امك فين يا بت؟ في الأرض يابا. ابا في عيني. انا مش ابو حد. ابوكي مات يا اختي. انا اسمي الحاج ايوب وبس، فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ حاضر. يلا قومي غوري ساعد امك بره. مالك قاعده لي كده ليه؟ قومي يا بت. ياك حش وسطك. وهو كده اكون طرقت البت وامها. زينب. بت يا زينب. نعم، عايز ايه؟ تعالي يا بت اقعدي معايا شويه. مالك قاعده لوحدك كده ليه؟ أنا مش قاعدة، أنا ورايا شغل في الدار. هيكون وراكي ايه يعني؟ امك لما ترجع من الارض تعمله. تعالي يا بت اقعدي جنبي، هقولك على حاجه. نعم، عايز ايه؟ برضه ما عدتيش يا بت اقعدي. نعم، ما تقول عايز ايه؟ يو مالك يا بت قاعده بعيد كده ليه؟ ما تيجي تقعدي على حجري. ايه اللي انت بتقوله ده يا راجل انت؟ في ايه؟ بهزر معاكي. هو انا مش زي ابوكي؟ قطع لسانك. هتجيب نفسك لابويا الله يرحمه؟ والله العظيم لو ما تعادلت معايا في الكلام لكن قايله لامي. تقولي لامك؟ امك هتقدر تعمل لي ايه يعني؟ تكنيلي. يا رب، يا رب خلصني من الراجل ده يا رب. تعبت منه خلاص. يو زينب، بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ جوزك ده يما مش عايز يسيبني في حالي ليه؟ لسانه طويل وايديه طويله من ساعه ياما ما اتجوزتيه، وهو عمره ما شافني بنته. دايما نظراته ليا مش كويسه، وبيقول لي كلام مش كويس. يما اتطلقي منه، يما اتطلقي منه عشان خاطري، وتعالي نمشي من الكفر ده ونعيش لوحدنا يما، عشان خاطري والله ما حاسه بامان هنا خالص. ونروح فين يا حبيبتي ومين اللي يصرف علينا؟ من بعد ابوك الله يرحمه هو اللي بيصرف علينا. انا هشتغل يما، انا هشتغل والله وهساعدك، ولو ناكل عيش بدقه احسن من العيشه مع الراجل ده. يا حبيبتي هو الشغل في الكفر ده سهل للبنات؟ هتتمرمطي يا حبيبتي وهتتبهدلي، وفي اخر اليوم هتتحصلي لك على كام يعني؟ حتى العيش بالدقه مش هنلاقيه. يعني ايه؟ يعني انا هفضل بقى في العذاب ده على طول كده؟ خلاص، ما تسيبنيش لوحدي في البيت معاه، رجلي على رجلك. حاضر يا حبيبتي حاضر، ما تعيطيش يا حبيبتي خلاص. رايحه فين يا بت يا زينب؟ وانت مالك؟ الدار فاضيه يا بت. امك واختك مش موجودين. ايه اللي مطلعك بس؟ رايحه اجيب دقيق. عايز حاجه تانية؟ يعني كنا نقعد ندردش شويه في الدار. ندردش في ايه؟ هو في كلام بيني وبينك اصلا؟ هو انا مش قلتلك تبطل كلامك ده بدل ما اقول لامي عليه؟ يا بت اسمعي كلامي مش هتندمي. هلبسك دهب كلك من راسك لكعب رجليك. استغفر الله العظيم يا رب. البت حلوه كده ليه؟ يا خرابي. زينب. بنت يا زينب. محمد. ايوه عامله ايه؟ كويس الحمد لله. مش باين عليكي يعني انك كويسه؟ مالك؟ تعبانه بس شويه وطلعت عشان اجيب دقيق. ما فكرتيش يا زينب في اللي قلتلك عليه؟ لا يا محمد ما فكرتش. طب فكري، ولو قلتي من بكره هجيب امي واجي نتقدم لك. هسيب لك مهله كده يومين وتفكري وتديني الجواب النهائي. انا بحبك يا زينب، نفسي اثبتك كده وقعدك في البيت تبقي ملكه. فكري وردي عليا. حاضر يا محمد حاضر. حاضر بجد ولا زي كل مره؟ لا والله بجد هفكر وارد عليك. حاضر، عن اذنك عشان ما اتاخرش. يا حبيبتي بقى الراجل الشايب العايب بيعمل معاكي كل ده؟ اي والله يا عنايات. شفتي صاحبتك عايشه ومستحمله ايه؟ يا حبيبتي والله ما كنت اعرف. طب وناويه على ايه؟ هتعيشي ازاي مع الراجل ده بتهيالي كده بتعرفيش تنامي حتى وتخافي على نفسك. انت بتقولي فيه والله ما بعرف انام من الخوف وبحلم بكوابيس. الراجل معيشني في رعب. طب وامك ايه رايها في الموضوع ده؟ ليه ما تكلمهوش؟ امي ملهاش راي. امي عايشه بس عشان تاكل وتشرب وخلاص، وتلاقي اللي يصرف علينا. تطلع كده تلقط رزقها شويه في الارض وترجع على بالليل وخلاص على كده. تقدرش تفتح حنكها بكلمه، تخاف احسن يطلقها ولا حاجه ويرمينا. طول مين هيصرف علينا؟ اختي لسه صغيره، وانت عارفه الشغل هنا في الكفر للبنات اخر بهدله وقله ادب. هنكفي على ايه ولا ايه بس؟ طب يا زينب ما تتجوزي يا بنت وتخلصي من الهم اللي انت فيه ده. ايه رايك؟ ما هو ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم معاكي فيه. خير، موضوع ايه؟ محمد تعرفيه؟ ابن الحاجه صفيه. ماله؟ وقفني من شويه وانا جايه عندك وقال لي كلمني يعني في موضوع الجواز وكده. قال لي فكري يا بنت الناس، ولو وافقتي وقلت لي حاضر من بكره اجيب امي واجي اتقدم لك. يا الف بركه. طب ما الموضوع محلول اهو. مالك لو يا بوزك؟ ما هو انا عنايات نفسي اتجوز والله واخلص من الراجل ده. طب وايه المانع؟ اختي الصغيره فاطمه هسيبها له يعني في البيت. امي بتطلع الارض الصبح بدري وبترجع بالليل، وهو يقعد يضرب فيها ويشخط فيها ويعني بتتحمى فيا. لو انا اتجوزت ورحت هي هتعمل ايه؟ هنلاقي لها حل. ممكن بعد ما تتجوزي بشويه تاخديها معاكي. تفتكري يا عنايات؟ وليه لا؟
هو اصلا جوز امك ده ما يصدق تاخديها معاكي. اسمعي انت الكلام وما تضيعيش محمد من ايديكي. بس انا عايزه اقولك على حاجه. ام الحاجه صفيه دي شديده بعيده عنك، وليا قرشانه بتخانق دبان وشها، عامله مشاكل مع كل الكافر، محدش بيطيقها. نار الحاجه صفيه ولا جنه الحاج ايوب. كل يهون ولا اني اعيش مع المتحرش ده في بيت واحد، وكل يهون واني اخلص من الراجل ده. خلاص لما يفتح معاكي الموضوع تاني قوليله انك موافقه. محمد، يا محمد. زينب، خير يا زينب؟ أنا موافقة يا محمد. هات أمك وتعالوا بكرة عشان تطلبوني. صحيح يا زينب وافقتي؟ أيوة. يلا أنا همشي وبكرة إن شاء الله بستناكم. هو في ايه؟ في إيه يا حاج أيوب؟ في ايه؟ ايه اتعميتي ولا ما انتش شايف؟ بنتك دي يا اختي اللي معدتها قد الكاف نازله اكل في الصينيه، خلصت لنا الاكل. يو، ما الخير كتير والحمد لله. في إيه يا حاج؟ عشان الخير كتير ناكل بفتره؟ دي نازله على الاكل ولكنها محرومه. في ايه يا اختي؟ مساء الخير. مساء الخير والجمال والحلاوه. زينب أنت جيتي؟ جبت الدقيق؟ أيوة ياما، حطيته في حوش الدار. تعالي يا زينب، تعالي اقعدي جنبي عشان تاكلي. يلا كلي يلا وتغذي. البنات الصغيرين اللي في سنك لازم ياكلوا ويربربوا كده ويتخنوا. كل أنت، كله مالكش دعوة بيا. بقولك ياما، أنا بعد الأكل عايزاكي في موضوع مهم. بقولك يما، انا كنت عايزه في موضوع. ها خير؟ انا عايزه اتقدم لزينب يما. زينب مين؟ بنت الحاجه سنيه يما. زينب بنت الحاجة سنية اللي ابوها متوفي وعايشة مع جوز ام؟ انت بتستهبل وايه المشكله؟ مش فاهم. يا ابني، ده عايشة مع جوز ام يعني سايبة ملهاش حاكم. هو جوز امها فاضلها لما يربيها ويشوف اخلاقها؟ لا يما، زينب متربيه والحاجه سنيه مربيها احسن تربيه، والكفر كله عارف الموضوع ده. وبعدين هو احنا معانا فلوس؟ هتجيب منين انت الدهب والمهر؟ انت عارف جوز امها ده ممكن يطلب قديه؟ هي قالت لي تعالى يما، معنى كده انها ماليه ايديها منه وعارفه انه هيوافق. وبعدين يعني احنا هنجيب حاجه كده على قدنا، وان شاء الله هو هيوافق عشان يخلص من مصاريفها. ده الراجل يموت على القرش. بعدين نتكلم في الموضوع ده. لا يما مش هينفع، انا موعدها ان احنا هنروح لهم بكره. وانت بتتصرف من دماغك ليه؟ مالكش ام تشورها؟ ماني عارف يما ان انت مش هتمنعي. البنت مؤدبه محترمه، ما شفناش منهم حاجه وحشه خالص. ايه اللي هيخليكي ترفضي يعني؟ ماشي ماشي يا محمد. احنا جايين يا حاج ايوب عشان نطلب ايد زينب بنت مراتك لمحمد ابني. بس يا حاج خليك بقى حنين معانا في الدهب. هو ما بيردش ليه؟ الراجل مش معبرنا خالص ولا باصص في وشنا. إيه حاج ايوب؟ نعم. نعم. انا بقالي ساعة بكلمك. في ايه يا حاج؟ وابنك بقى بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ هو انت مش عارف محمد؟ هو في شغلانة في الكفر ده غير الارض؟ كل الشباب بتشتغل في الارض. اه. البنت لسه صغيره، مش ناويين نجوزها دلوقتي. انت يا اخويا بتتشرط على ايه؟ على البرنسيسة؟ ايه هناخد ملك الجمال الكفر ده؟ ايه اصله ده؟ خلاص يما، اهدي يما اهدي يما. بس يا ولا، هو انتوا الطولوا تاخدوا ابني؟ محمد ابني سيد الشباب كلها قال قاعد لي وبيتشرط ما بيبصش في وشنا. يعني غلطانه اني جيت لواحد زيك. خليها يما لك لو يا اخويا سمحتي يما. تنفعك. يلا يا واد يا محمد. عاجبك اللي أنت عملته ده؟ ضيعت الواد المحترم من إيدينا. هي زينب دي مش انا اللي مربيها؟ وزي بنتي يعني حر اجوزها للي يعجبني وما اجوزهاش للي ما يعجبنيش. وده بقى يتعيب في إيه؟ مش لاتت عليا، انا حر. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله طفشت الجوازه. شفت اللي أنا فيه يا عنايات؟ اهو جه محمد وطلبني وجوز امي رفضه. اهدي يا حبيبتي اهدي، هنلاقي لها حل والله. ام ست قويه، خلاص مستحيل تيجي تاني. وحتى لو جت تاني طالما جوز امي رفض مره مش هيوافق خلاص. وطبعا لازم يرفض عشان يفضل يعمل عمايله دي معايا في البيت. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا شيخ ربنا ياخدك عشان ارتاح منك. انا جاتلي فكرة يا زينب. فكرة ايه؟ ايه رأيك تهربي من الدار وتروحي انت ومحمد تتجوزوا؟ اهرب من الدار؟ ايوه تهربي. مش احسن من العذاب اللي انت فيه؟ جوز امك خلاص حاطط عينه عليك، مش هيجوزك اي حد مهما كان. احسن حل انك ما تضيعيش محمد من ايديك وتروحي تتجوزيه. ايه بس هو هيوافق؟
هي الشباب بتعترض، طبعا هيوافق لو بيحبك. مش عارفة يا عنايات. ايوه بس انا خاف اهرب لحسن يعمل حاجة في امي واختي، ده راجل شراني. ما تخافيش، هو شراني بس مش للدرجة دي، مش هيودي نفسه في داهية عشانك. مش عارفة. فكري مع نفسك كده وخدي قرار، بس انا عايزة اقولك ان ده الحل الوحيد عشان تخلصي من جوز امك. ايه في ايه؟ مالها البت دي بتعيط ليه؟ ومالك انت كمان؟ فيه ايه يا وليه؟ اصل الله، وتنتهي يا وليه في ايه؟ زينب طفشت. نعم يا اختي، يعني ايه ضفشت؟